بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أي كل البشر الأصل فيهم أنهم في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمؤمن الذي يعمل الصالحات ويصبر على هذا الأمر هو الذي سينجو. يبدأ الإنسان يومه وليلته بأي شيء، تمر الأوقات عنده بما يستغل هذه الأوقات، فالفراغ كثير، لكن أكثر الناس مغبون وخسران في فراغه. سوف نتحدث وإياكم عن بعض الأعمال التي يبدأها الإنسان منذ أن يستيقظ من يومه إلى أن ينتهي يومه وليلته وينام. خلال اليوم والليلة ماذا يستطيع أن يعمل في وقته وفراغه؟ كيف يستغل الأوقات؟ بشرط إذا عمل العمل أن يخلصه أولا لله جل وعلا. ثانيا إذا أراد أن يتقرب إلى الله فلا يتقرب إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإخلاص والاتباع شرطان مهمان لقبول أي عبادة عند الله جل وعلا. وسنبدأ وإياكم منذ الغدوة والصباح، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. من أوائل الأعمال التي يبدأ بها المسلم يومه سنة الفجر، وهي السنة التي تسبق الصلاة، وهي ركعتان يذهب العبد فيها إلى المسجد أو المرأة في بيتها فيصليها قبل صلاة الفرض، وهي من آكد السنن. قال عليه الصلاة والسلام في السنة قبل صلاة الفجر، قال: ركعتا الفجر، يعني السنة، خير من الدنيا وما فيها. كيف بالفرض نفسه إذا كانت السنة بهذا القدر من الأجر؟ وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر سفرا ترك النوافل، ترك الرواتب إلا سنة الفجر، ما كان يتركها. وقال في حديث آخر: لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. يا الله، ما أعظم هذه السنة! والغريب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث المسلمين على هذه الصلاة وأقرهم على قضائها حتى بعد الفرض، مع أنها سنة ذهب وقتها. قام أحد الصحابة يصليها بعد الفجر فقال له النبي: أأربعا؟ يعني تبي تصلي الفجر 4 ركعات؟ قال: ما صليت الفجر، سنة الفجر يا رسول الله، يعني فاتتني. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا لأهمية تلك الركعتين. والسنة أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل هو الله أحد، يخففهما. صلاة خفيفة سهلة يسيرة خير من الدنيا وما فيها. فإذا صلى العبد الفجر، خصوصا إذا كان في جماعة أو المرأة في مصلاها، فيستحب له بعد أن يذكر الله عز وجل أن يفتح المصحف، أن يقرأ القرآن، أن يبدأ يومه بتلاوة شيء من كتاب الله جل وعلا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة قبل الصلاة والإنفاق، أول ما بدأ الله عز وجل القرآن. والمصيبة أن بعض الناس ربما من رمضان الماضي إلى اليوم ما ختم القرآن ولا مرة، بل الأغرب أن بعض الناس من رمضان إلى اليوم ربما ما قرأ ولا جزءا، بل البعض يقول: ما فتحت المصحف منذ انتهى رمضان إلى الآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن
إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا كتاب الله عز وجل. وما أجمل أن يفتح الإنسان في بداية يومه المصحف فيتلو القرآن فيزداد إيمانا وينشرح صدره ويطمئن قلبه. تلاوة القرآن ترفع الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تخيل يا أخي الحبيب، الحسنة الحرف بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. تخيل لو أنك قرأت آية 100 الحسنات، آية واحدة، وربما صفحة 1000 الحسنات، وأنت جالس بعد صلاة الفجر وقلت أذكارك وانتهيت منها وفتحت المصحف وبدأت تقرأ. وما أجمل القراءة والحفظ والمراجعة من بداية الفجر، بداية اليوم، من أكثر ما يقوي الحفظ في قلب المؤمن. كم حفظنا من كتاب الله عز وجل ونسيناه؟ القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سنة الفجر صليتها، بعد الصلاة الفرض وبعد الأذكار قرأت القرآن. ويستحب لك يا عبد الله أن تجلس كل يوم بعد صلاة الفجر في مسجدك، تقعد تذكر الله عز وجل حتى طلوع الشمس. بعض المساجد بعد الصلاة ساعة إلا ربع بقي، بعضهم ساعة إلا، بعضهم نصف ساعة وزيادة. هذا الوقت يستحب لك ألا تخرج من بيت الله عز وجل، فالقلب معلق هنا. القلب علق في بيت الله عز وجل، في البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه. تجلس هنا في بيت الله وتنتظر الشمس حتى تطلع، فالوقت ليس وقت صلاة. بعد صلاة الفجر ما في إلا من فاتته السنة. هنا قرآن، هنا ذكر، هنا تسبيح حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس وارتفعت ماذا تفعل؟ تصلي ركعتان بعد شروق الشمس وارتفاعها. تعرف ما أجرك؟ من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله أكبر. من يفعلها اليوم؟ من يستطيع أن يفعل هذا الفعل اليوم؟ البعض من الناس يقول حج وعمرة أنا جالس في مسجدي. نعم، لكن من يستطيع أن يفعل هذا الفعل؟ الذي أولا صلى الفجر في جماعة، ثانيا اعتكف في بيت الله عز وجل ورابط حتى طلعت الشمس. وفي هذه الأوقات الناس بين اثنين، إما يغلبه النوم فيذهب ليرجع وينام، وإما مرتبط بعمل فيذهب لكسب رزقه. أما أن يجلس العبد في هذه الساعة في بيت الله يذكر الله وينتظر حتى ترتفع الشمس ثم يصلي لله ركعتين، هذا يستحق أن يرزقه الله عز وجل أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.